السلام عليكم حبايبي الغاليين، يا رب تكونوا بصحة وبألف خير. من ضمن الوصفات الاقتصادية اللي بدأنا نعملها هي وصفة النهاردة. هتعملي بقى من ربع كيلو لحمة أحلى صينية كفتة بكمية حلوة قوي وهتكفي وزيادة. وهنضيفها يا جماعة كده بمكون هنحطه عليها هيحل الطعم وكمان هيزود في الكمية أكتر من الضعف. شايفين قد إيه ما شاء الله طرية كده ومفتحة من جواها وعمرها ما تنشف منك أبدا. الكفتة يا جماعة بجد يعني ريحتها قلب الدنيا وطعمها بجد رهيب. حطوا لايك للفيديو ونسمي الله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. دي كمية ربع كيلو لحمة 250 جرام. يفضل يا جماعة يكون فيها شوية دهن كده ما تيجوا تفرموها، ولو حمرا قوي بقى هقول لكم تضيفوا ايه. جبت كده بصلايه بحجم متوسط بشرتها وصفيت ميتها كويس قوي. فاللي هنحتاجه هو بشر البصل مش المية علشان الكفتة ما تفكش منك. وسواء بقى استخدمتوا بصل احمر او ابيض يعني الاتنين حلوين مفيش فرق. وعلشان بقى اللحمة بتاعتي حمرا وما فيهاش دهن فهنحط لها حوالي كده معلقتين 3 كبار من اللي هي دي يا جماعة اللي هي دهن الخروف او الدهن الضاني عامة. طيب لو مفيش بقى حطوا هنا شويه من الدهن البقري او الجاموسي. بس بصراحه يعني اضافته بتفرق في طعم الكفته وكمان ريحتها قوي. هتزودي بقى معلقتين كبار من البقسماط الناعم. وهنحط كمان شويه من الكزبره الخضراء او البقدونس يعني حوالي كده معلقتين كبار برضو. وانزلي بقى بالتوابل عليهم. انا استخدمت ملح وفلفل اسود وبابريكا وتوم باودر وبصل باودر. وحطيت كمان شويه كده من توابل اللحمه وشويه من توابل الكفته. يعني بنحط كده معلقه صغيره من كل حاجه. واخر حاجه بقى حطيتها معلقه صغيره من البيكنج باودر. ده يا جماعة بقى بيفتح كده الكفتة من جواها ما بتكونش مكتومة. المكون بقى اللي هنضيفه وهيضاعف لنا الكمية هي البطاطس. فاحنا بقى بنستخدم منها واحدة بالحجم اللي شفتوه ده، يعني بوزن كده 200 جرام. وما تزودوش قوي برضو في كميتها علشان طعمها ما يبانش كده او يكون طاغي على الكفتة. قشرناها بقى وغسلناها كويس وبعدين خديها كده وابشريها بالمبشرة بالناحية الضيقة، يعني علشان يكون بشر بطاطس ناعم معانا. فالمكون ده طعمه حلو مع الكفتة ومش بيكون باين خالص فيها. كمان بيزود لنا الكمية وكمية الكفتة بتكون للضعف. بس اهم حاجة علشان الكفتة ما تكونش كده طرية زيادة عن اللزوم او انها تفك معاكي، هو لازم تصفوا بشر البطاطس كويس قوي من السوائل او المية اللي فيها. فانا صفيتها كده بالمصفى كويس وبقيت اخدها كمان واصفيها بايديا لحد ما نزلت كل المية. فمية البصل او مية البطاطس لو ما تخلصتوش منها كويس الكفتة كده هتفك منكم. كمان مش هتعرفوا تشكلوها ولا هتكون كور متماسكة. في الاخر بقى جبت فص توم كده كبير هرسته وضفته، ده بيخلي بقى طعمها وريحتها جميلة قوي. بمسكهم بقى كده بايديا لحد ما اخلطهم مع بعض وكل المكونات تمتزج مع بعضها كويس. يعني مش عاوزين كل مكون يكون في حتة لوحده. فتقدروا بقى تشكلوها على كده او تسووها على كده. بس انا حبيت انعمها اكتر مع بعضها، خصوصا ان بشر البطاطس اللي موجود ده يعني عاوزينه يختفي تماما. فمش عاوزينه ظاهر او باين فيها. فعلشان كده بقى باخدها واديها كده كام ضربة في الكبة علشان تنعم اكتر وبشر البطاطس كمان ميبقاش ظاهر خالص. ده غير انها يا جماعة بتتسمغ معانا اكتر وبتكون حلوة قوي. يعني كام ضربة كده وبنوقف. فبتكون ناعمة وجميلة زي ما بوريها لك كده بالظبط. هنا بقى بوريك الفرق بين الكمية اللي ضربناها في الكبة وبين اللي لسه ما ضربناهاش. شايفينها بقى بقت ناعمة ازاي وكمان المكونات كلها انسجمت مع بعضها. وكده بقى كانت جاهزة ان اكورها. لو لقيتوها بقى طريقة كده زيادة عن اللزوم وانتوا بتشكلوها وبتلزق في ايديكوا جامد ومش عارفين تعملوها، ممكن بقى تضيفوا لها معلقة بقسماط او تحطوا لها معلقة دقيق. بس الافضل من ده وده انكم تدخلوها التلاجة شوية تتشمع كده وتتماسك اكتر. يعني بقى من غير ما تضيفوا لها اي حاجة يخلي كده قلبها مكتوم. فانا بالنسبة لي يا جماعة يعني ما حبيتش اضيف لها اي حاجة وبدأت اشكل على طول. وعلشان بقى ما تلزقش في ايديا كنت بدهن ايديا كده بحاجة بسيطة من الزيت. بشكلها بقى لكور صغيرة، حابين تكبروا حجمها عن كده براحتكم. ممكن برضو تعملوها على شكل اصابع. يعني الشكل اللي انتوا حابينه اعملوه. بس على قد ما تقدروا خلوا حجمها كده يكون قد بعضه علشان شكلها في التقديم يكون حلو وكمان تستوي مع بعضها. حاولوا برضو كده تنعموها كويس بين ايديكم علشان الشكل اللي هتعملوها بيه هو ده اللي هيكون شكلها بعد ما تسووها. عاوزه اقول لكم يا جماعه اني قبل ما اشكلها خدتها كده ووزنت الكميه بتاعتها على الميزان لقيتهم كده 600 جرام. يعني اكتر من ضعف حجم اللحمه اللي احنا حاطينها. وعملت بالظبط 47 واحده من الكفته، يعني ما شاء الله حجم مش قليل. جبت بقى طاسه على النار حطيت فيها قطعه من الليه. مفيش ليه حطوا حته من الدهن او تحطوا بدلهم مثلا معلقه سمنه. يعني مش شرط يا جماعه دهن او ليه، يعني عندكم حطوا ما عندكوش حطوا سمنه مع شويه زيت. بعد ما حسيت ان الليه بدات تسيح او تنزل الدهن اللي فيه حطيت حوالي 3 معالق كبار من الزيت. اول ما سخنوا بقى مع بعض بنقوم نازلين بالكفته. وبنوزعها بقى في كل صينيه واحده جنب التانية.
يعني ما تحطهاش فوق بعضها علشان تاخد صدمة من تحت وتبدأ تمسك نفسها. يعني في الأول ما بنقلبهاش لا بالمعلقة ولا بالسباتولا علشان بتكون لسه طرية فمنبوظش شكلها. أول بقى ما تتشمع كده معانا بنحس إنها خدت لون من تحت، بنحرك الطاسة وبنهزها يعني علشان تتقلب كده وتتدحرج على كل جانب. واللي بلاقيها خدت لون من جنب والتاني لسه كنت بقلبها بالشكل ده، يعني لحد ما كلها تاخد لون كده محمر ذهبي جميل وكمان تستوي كويس. شايفين ما شاء الله، يعني لا فتحت ولا فكت ولا كشت ولا حجمها حصل له اي حاجه، زي ما حطيناها زي ما هنطلعها من الطاسه. فاحنا بنخلي كده النار تحتها هاديه بس مش قوي، يعني بتكون اهدى من المتوسطه بشويه. في الاخر بقى تقدروا تقلبوها بالسباتولا لانها خلاص بقت ماسكه نفسها وخدت لون جميل من الجوانب بتاعتها. هي ما بتاخدش وقت كتير على النار يا جماعه، يعني 10 دقايق بالكتير وبتكون استوت وزي الفل. مش قادره بقى اوصف لكم ريحتها في الوقت ده وانا بحمرها، يعني كانت عامله ازاي. ريحتها بجد خطيره وقلبة الدنيا. وهنا بقى خلاص كانت استوت، فشلت بواقي الدهن اللي كانت موجوده اللي لسه مسحتش. لو حابين ما تشيلوش الدهن وتسيبوه براحتكم. وبعد كده بقى ضفت بصلايه كبيره او تضيفوا مثلا 2 بحجم وسط، تقطعوهم شرايح او جوانح رفيعه، واديهم بقى تقليبه كده مع الكفته علشان يتشربوا من الصوص اللي تحت ده وكمان يتبلوا معانا شويه. وبعد بقى ما اديتهم كده دقيقه على النار كده مع بعض، بضيف بقى شويه من الخضار الجميل ده اللي هو عباره عن قرن فلفل اخضر وواحد احمر، وحطيت كمان طماطمايه كده كبيره مقطعاها شرايح. حطيت كمان قرن فلفل كده حراق، يعني بيطعمها وبيخلي طعمها جميل قوي. مش حابين تحطوا الفلفل الحامي يعني على حسب رغبتكم. وقلبوا بقى الخضار الجميل ده لحد ما يدبل مع الكفته وياخد من طعمها. فمن جماله يا جماعه والله هتاكلوه قبل الكفته كمان. وعلشان بقى نطعم الخضار فرشيت عليه كده شويه ملح صغيرين وشويه من الفلفل الاسود. يعني بنقلب كده دقيقتين 3 كده الخضار مع الكفته لحد ما يتبلوا، وبعد كده بنطفي النار. وخلاص كده الدنيا بقت تمام وكل حاجه خدت من طعم الكفته والخضار دبل. عملنا بقى احلى صينيه كفته بشكل وريحه وطعم تخطف القلب. بناخدها بقى على طول وهي سخنه وتحطيها في طبق التقديم وتقدميها على سفرتك وبألف هنا. وقدمتها بقى معاكم بالشكل الجميل ده. يعني احلى طبق كفته هتعملوه مع شويه البصل اللي حاطينهم وكمان الخضار، يعني يا جماعه الشكل والطعم حكايه. شايفين قد ايه الكفته ما شاء الله شكلها مغري ويفتح النفس. ممكن كمان بقى تاكلوها كده مع مكرونه او تعملوها سندوتشات في عيش بلدي بالشكل ده، يعني زي ما انتوا حابين. وشفتوا كمان الكميه حلوه ازاي، يعني ربع كيلو اللحمه بقى نص كيلو وزياده. والطعم والريحه بجد يا جماعه خطير. يعني مش بس وصفتنا اقتصاديه، لا طعمها رهيب ومفيش جمال بعد كده. شفتوا كمان قد ايه الكفته طريه ومفتحه من جواها ومستويه ما فيهاش غلطه. اتمنى بقى تعملوها وان شاء الله هتكون احلى كفته من ايديكم وبالف هنا. كده خلاص وصفتنا خلصت، يا رب يكون الفيديو عجبكم. اعملوا لايك للفيديو، اشوفكم على خير والسلام عليكم.